صباح الفل على حضراتكم، يا رب تكونوا بخير. اسمع ناس كتيرة بتقول يا جماعة احنا بنعمل كريمة مخصوص للحشو وكريمة مخصوص للتجليس. كريمة الحشو بتبقى سميكة وماسكة نفسها علشان الحشو ما ينهارش، او التورتاية تبقى مثلا ماسكة نفسها بين الطبقات. وفي ناس تقولك بنعمل كريمة التجليس بتبقى خفيفة شوية عشان تبقى معانا يعني ناعمة كده وتبقى حلوة على التورتة. انا بقول لكم اعمل كريمة واحدة بس للاتنين. تعالى اقول لك المقدار الصح للكريمة طبعا عن تجربة سنين. انا الاول كنت بحط كده يعني عشوائي، السائل عادي، الكريمة عادي زي ما تيجي معايا. انما جربت اعملها بمقدار عادي اي ست بيت تقدر تشتغل بيه. مقدار الكريمة اللي ماشيين بيه ينفع حشو وينفع تجليس، وهقول لك ازاي نحول كريمة الحشو الى كريمة تجليس. المقدار الصح لكل كوباية كريمة بنحط قصادها كوباية وربع مية. تاني، لكل كوباية كريمة، المج العادي اللي احنا شغالين بيه في ستات البيوت في كل البيوت، لكل كوباية كريمة بنحط قدامها كوباية ونص، كوباية وربع مية. الكوباية وربع مية، كل كوباية مية بتاخد معلقتين سكر كبار. معلقة اللي هي زي كده دي العادية بتاعت الرز. تمام. هنقول تاني، لكل كوباية كريمة بتاخد كوباية وربع مية، وكل كوباية مية التحلية بتاعتها المظبوطة بتبقى معلقتين سكر من المعالق ديت. تمام. طيب احنا دلوقتي ضربنا خلاص الكريمة وطلعت لنا بالمنظر ده. لا معلش، هي بس عشان بايته من امبارح يعني، وده الافضل انك تضربيها وتسيبيها ليلة كاملة في التلاجة. تمام. خلاص طلع لنا المنظر ده، شايفين سميك حلو ده. لو ادينا له ضربه على التانية في الحشو هيبقى ممتاز، لانه ماسك نفسه ومش سايل. تمام. وايه هينفعنا وهيبقى حلو خالص في الحشو. طيب هتقولي طب ازاي كريمه الحشو هتبقى زي كريمه التجليس؟ لا طبعا بنميز كريمه التجليس بايه؟ تركايه كده بنعملها بتخلي معانا الكريمه ناعمه وبتخليها ايه حلوه على التورته. خلاص احنا اتفقنا ان كريمه الحشو سميكه علشان تستحمل الحشو وتستحمل مثلا اذا كانت التورتايه هتتنقل من مكان لمكان. خلاص دي خلاص سيبنا منها. كريمه التجليس عايزين نجلس، بنحط المقدار اللي احنا عايزينه في طبق ونحط عليه ايه؟ معلقتين ميه. تمام. ونبدا نقلب. مع التقليب نقلب عادي بمعلقه، باسباتيولا، باي حاجه عند حضرتك. طبعا بناخد على جد الكيك اللي احنا هنشتغل بيه. كيكه النهارده كيكه صغيره. تمام. مقاس 16، بس انا هحط تاني يعني اكيد مش المقدار ده. شايفين مع التقليب شايفين الكريمه نعمت ازاي وبقيت القوام بتاعها اخف شويه من طبعا قوام الحشو. ليه بقى؟ علشان تبقى سلسه معانا في التجليس بتاعنا وما تغلبناش وما تعملش فراغات هواء او تخرز. تمام. يبقى كده عرفنا ان احنا كريمتنا واحده، الكريمه واحده احنا بنضربها لكل كوبايه كريمه كوبايه وربع ميه، وكل كوبايه ميه بنحطها قدامها معلقتين سكر. خلاص احنا ضربنا عادي وحشينا عادي التورتايه. جايين دلوقتي هنجلس وهنشتغل ايه الشغل النهائي او الكوتنج النهائي. بنحط على مقدار الكريمه اللي احنا هناخده معلقتين ميه من كده، ونبدا نقلب لحد ما الكريمه تعمل ايه؟ تنعم معانا خالص وتبقى سهله. تمام. لو استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. انا بنزل فيديوهات تعليميه كتيره، لو لسه مبتدئه هتستفادي جدا. باي باي.